وسهلا بحضراتكم. بصراحة وبدون مجاملة، مارسيل كولر كل مرة بيفاجئنا بحاجة جديدة. تعال اقول لك فاجئنا النهارده في ايه في التشكيل النادي الاهلي. بس قبل ما نروح للتشكيل فضلا وليس امرا، اعمل لايك. بص الزرار ده اللي تحت الفيديو على طول، اعمل لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وتدعمنا علشان ننشر مزيد من الفيديوهات. نبدا التشكيل معانا. في حراسة المرمى طبعا كابتن محمد الشناوي، في رباعي مكون من اكرم توفيق ناحيه اليمين، جنبيه رامي ربيعه وياسر ابراهيم 2 ارتكاز. على الناحيه الشمال كريم الدبيس. قدامه على طول دبل 6 مكون من عمرو السوليه او كوكا، واحد من الاثنين، عمرو السوليه او كوكا. وهيكون مروان عطيه بيلعب الناحيه الشمال، الناحيه اليمين بجناح هيكون حسين الشحات، الناحيه الشمال هيكون امام عاشور، في الوسط ورا المهاجم على طول هيكون قفشه، وقدامه على طول وسام ابو علي. طريقه مارسيل كولر بصراحه 10/10. لو هتبص على الشكل اللي قدامك ده، مارسيل كولر مقفل النادي الاهلي تقفيله 10/10. تعال اقول لك ليه. مارسيل كولر باللي عمله ده لان استاد ابيجان ما عندهمش الدفاع بتاعهم ضعيف جدا. وحاجه مهمه جدا عملها مارسيل كولر انهم صراع جدا. فخلاص هيلعب باتنين، واحد منهم هيضغط وواحد لا، اللي هو مروان عطية والسولية. واحد يضغط والتاني يغطي عليه. الدبل 6 اللي عمله، واحد هيكون مستحوذ على نص الملعب وهيكون حر طليق، مش هيقوم بالواجب الدفاعي ولكن هينطلق في الواجب الهجومي لدعم قفشه ووسام ابو علي. المرة اللي فاتت شفنا قفشه برضو كان بيغطي مع وسام ابو علي في ناحية الهجوم. تعال بس نروح لنقطة مهمة جدا يمكن مش واخدين بالنا منها. الاتنين اللي بيلعبوا دبل 6 هم محور ارتكاز مارسيل كولر بكرة، لان النادي استاد ابيجان بيلعب بسرعة كبيرة جدا، يمتازوا بالسرعة لكن دفاعهم صفر. طبعا قدامكم هنعرض نتيجة، او هنعرض قدام حضراتكم جدول ترتيب الدور او مجموعه النادي الاهلي. اورلاندو برصيد 8 نقط، النادي الاهلي برصيد 7 نقط، قدامه على طول او تحتيه شباب بلوزداد 6 نقط، استاد ابيجان نقطه واحده. لو الاهلي انتصر بكره يبقى ضمن التاهل بنسبه 100%، لان لو فاز المباراه دياتي هيكون عنده 10 نقط، ولو شباب بلوزداد فاز المباراه اللي بعدها هيكون عنده 9 نقط، فالفرق هيكون نقطه. ولو تعادل وشباب بلوزداد، يعني لا قدر الله لو الاهلي خسر وشباب بلوزداد تعادل، هيكون فاجئ المواجهات المباشره، والاهلي طبعا فاز هنا 6-1 ومهزوم هناك 1-0، وده هيكون برضو لصالح النادي الاهلي. لكن احنا مش هنحسب السيناريوهات دي كلها، ولكن هنحسب حاجه واحده بس. ركزوا، المباراه اللي جايه مهمه جدا جدا. التشكيل اللي قدام حضراتكم ده تقدروا تقولوا بمثابه يعني الراجل مأمن الدفاع 10/10، والهجوم برضو دعمه دعم 10/10. اكرم توفيق هيزيد مع حسين الشحات والسوليه، هيعملوا نظام مثلث، وكمان هيزيد الناحيه الشمال هيزيد كريم الدبيس مع مروان عطيه مع امام عاشور. دول مثلثين ماسكين الجناب، وعندك الاثنين الارتكاز ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، دول واحد منهم هيقوم بدور الليبرو في حين ما الثاني يتقدم لقدام. متهيألي مارسيل كولر 10/10 في التشكيل ده، وشفناه برضو في مباراة سموحة بعد طبعا سلسلة اتكسرت من نتائج النادي الاهلي، لا هزيمة 27 مباراة. النادي الاهلي حب يفرح جمهوره، حب يرجع جمهوره مرة تانية. عندنا مباراة الاهلي واستاد ابيجان الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7 بتوقيت السعودية، الساعة 8 بتوقيت ابو ظبي. بكره السبت هتكون المباراه، منتظرينكم على قناتي بس مباشر، هنذيع المباراه. بس في البدايه وحاجه حابب اقولها لحضرتك، توقع مباراه الاهلي واستاد ابيجان، وهيكون ليك مفاجاه من القناه، وكمان الهديه دي من القناه هتكون بعد ما اسلمك الهديه هعمل لك فيديو، تبعت لي فيديو، هديك رقم تبعت لي عليه فيديو، وهنزل الفيديو بتاعك على قناتي لو توقعت التوقع الصحيح. علشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده اكتر من كده، كل الدعم والشكر وكل التقدير لمارسيل كولر. ركز بكره لانك انت اللي في ايدك الديركسيون، لو لعبت دفاع احنا مهزومين.
ولو لعبت هجوم وكنت شرس انت هتفوز وفرق كبير جدا. على فكره اورلاندو من الفرق الضعيفه مش القويه، لا استاد ابيجان من الفرق الضعيفه، اسف، من الفرق الضعيفه جدا، مش اللي هي يعني عنده نقطه واحده في المجموعه، يعتبر هو حصاله المجموعه. فانت في ايدك تتاهل وفي ايدك انك تخيب ظن جمهورك فيك. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده اكتر من كده، ما تنسوش لايك للفيديو، اشتراك في القناه، تفعيل جرس الاشعارات. الى اللقاء في فيديو اخر.